السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العبقري. تخيل كده معايا يا صديقي العزيز إنك ماشي في غابة استوائية ضخمة والدنيا هناك حر جدا، وفجأة تلاقي نفسك قدام هرم ضخم مكتوب عليه كتابات غريبة وتماثيل وناس لابسين ريش على دماغهم. مش بس كده، فجأة تفتكر إنك سمعت عنهم قبل كده. يا صديقي وصديقتي الأعزاء، دي حضارة المايا، الحضارة اللي توقعت نهاية العالم سنة 2012. بس ايه حكايتهم وليه اختفوا فجأة؟ والأهم من كل ده، هل كانوا فعلا عباقرة ولا مجرد ناس بتحب الرعب والإثارة زي أفلام هوليوود؟ وإن شاء الله ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة عن حضارة المايا. خلونا نحكي الحكاية ونشوف الموضوع. زمان جدا، قبل ما حد يفكر في الانترنت والهواتف الذكية، كان في عالم مختلف تماما في أمريكا الوسطى. ظهرت هناك حضارة المايا. تخيل كده معايا يا صديقي إنك عايش من أكتر من 4000 سنة، مفيش ولا كهرباء ولا عربيات ولا حتى برجر وهمي. مع كل ده الناس هناك كانوا سابقين عصرهم بمسافات. الحضارة دي ظهرت تقريبا سنة 2000 قبل الميلاد، وكانت عبارة عن قبائل متفرقة، بس مع الوقت اتحولوا لإمبراطورية ضخمة ومدن عملاقة. المايا يا صديقي وصديقتي الأعزاء كانوا عباقرة جدا في الهندسة والبناء. المدن بتاعتهم كانت حاجة كده أشبه فيلم خيال علمي، وكمان كان عندهم مدن ضخمة زي تيكال وتشيتشين إيتزي، ودي كانت مليانة معابد وميادين ضخمة، وأهم حاجة عندهم الأهرامات. بس دي مش أي أهرامات يا صديقي، مع احترامي الشديد للمصريين القدماء، لأنهم كانوا بيبنوا الأهرامات عملاقة مش عشان يدفنوا فيها الملوك زي المصريين القدماء، لا دي كانت أماكن مقدسة للآلهة بتاعتهم، وكانوا بيعملوا فيها احتفالات، واحيانا كانوا بيقدموا قرابين بشريه للالهه بتاعتهم. يا نهار اسود، يبقى شاب حلو وسيم عبقري زي كده بدل ما يتقدم لوحده يتقدم للقرابين. يا نهار ابيض يا صديقي العزيز، وتبقى بدل ما تبقى الشبكه ختمين ومحبس يبقى صابعين وراس. يا نهار ابيض يا عم، الحمد لله. طب ايه اللي يخلي حضاره زي حضاره المايا تعمل كده؟ لازم نروح لعالمهم علشان نعرف الحقيقه. جاهز؟ يلا بينا نروح لعالمهم. المايا كان عندهم دين معقد جدا مليان آلهة. كان ليهم إله للمطر وإله للشمس، استغفر الله العظيم يا رب. بس تعالى لهم بقى في الفلك. المايا يابا كانوا أسياد اللعبة زي ما بيقولوا. الناس دي حرفيا قدرت تحسب السنة الشمسية بدقة أفضل من الأوروبيين وقتها. وكان عندهم تقاويم معقدة، وكل حاجة كانت ماشية في حياتهم بالحسابات الفلكية، حتى الحروب والمناسبات الدينية. بس المصيبة واللي كل الناس كانت بتتكلم عنه هو إن المايا قالوا إن العالم هينتهي في سنة 2012، وتحديدا في 21 ديسمبر 2012. الناس بقى ساعتها بدأوا يخزنوا أكل ومشروبات، وبدأوا يسرشوا على جوجل كيف تنجو من نهاية العالم. المايا ما كانوش بيقولوا إن العالم هيخلص، القصة وما فيها إن تقويمهم كان بيخلص بعد دورة زمنية ضخمة جدا، وبيبدأ واحدة جديدة زي كده لما النتيجة عندك تخلص في البيت يوم 31 ديسمبر. هل ده معناه إن الأرض خلاص بقى تنفجر؟ لا طبعا، ده يدل على إنك محتاج تجيب واحدة جديدة. بس الموضوع سهل أهو. بس عندك بقى نظريات المؤامرة والأفلام والإشاعات شغلوا بقى، ومش هقول بقى. طيب بقى يا صديقي، لو كانت المايا بالعبقرية دي إزاي اختفوا؟ استأذنك بقى أروح أشرب بق مية وأجيلك تاني. الحقيقة يا صديقي العزيز إن اختفاء حضارة المايا كان واحد من أكبر الألغاز في التاريخ. في نظريات بتقول إن الحروب الداخلية كانت سبب في القضاء عليهم، في ناس تانية بتقول إنهم ببساطة سابوا المدن بتاعتهم ومشوا، وفي اللي بيقول ان الجفاف قضى عليهم. بس الشيء المؤكد ان بعض احفادهم لسه موجودين لحد دلوقتي في امريكا الوسطى، ولسه بيحتفظوا ببعض تقاليدهم العريقه. المايا يا صديقي العزيز كانوا سابقين عصرهم مش بس في الفلك، لا كمان كان ليهم في الرياضيات. تخيل كده معايا انهم اول ناس يستخدموا مفهوم الصفر. كانوا هم اول ناس في التاريخ يفهموه كويس قبل الاوروبيين بقرون، لان نظام الارقام عندهم كان عبقري جدا، لانهم كانوا بيستخدموا النقاط والخطوط علشان يعبروا عن الاعداد، حاجه كده اشبه بالشفرات السريه. اما بالنسبه للكتابه فكان عندهم نظام معقد جدا اسمه الهيروغليفيه الماياويه، او ما تستغربش اسمه. وده ببساطة كان عبارة كده عن رموز بتمثل كلمات وأصوات، حاجة كده أشبه بالإيموجي عندنا بس بطريقة أقدم وأذكى. المشكلة إن اللغة دي كانت صعبة جدا، ومحدش عارف يفك شفرتها غير في القرن العشرين الميلادي.
وده بعد ما علماء الآثار قعدوا يحاولوا يفهموا النقوش اللي عليها اللي محفورة على المعابد والأحجار بتاعي. طبعا لما نتكلم عن حضارة قديمة لازم نسأل كانوا بيعملوا ايه في وقت الفراغ. الإجابة كانوا بيلعبوا رياضة، بس استنى، دي ما كانتش أي رياضة، كانت لعبة ممكن تكون نهايتها الموت. يا عم الله الغني عنها، لسه قدام العمر طويل، ربنا يديك الصحة. المهم اللعبة كان اسمها بوكتاب، ودي كانت أشبه بكرة السلة عندنا بس بلمسة من الجنون. اللعبة كانت بتتلعب بكرة مصنوعة من المطاط، واللاعبين كانوا بيضربوا الكورة بكتافهم وراسهم علشان يحاولوا يسددوها في حلقة حجرية عالية على الحيطة. بس المشكلة بقى إن الحلقة دي بتكون عالية جدا والتسجيل فيها بيبقى شبه مستحيل. يعني لو جون سينا نفسه كان موجود كان هيبقى محظوظ جدا لو سجل نقطة، كان هيفضل بقى يقول كان يو سي مي كان يو سي مي، ويفضل يذلنا بقى بالنقطة زي ما مجدي عبد الغني عمال يذلنا على أم الجون. بس خلي بالك بقى ممكن هنا تيجي المصيبة، لأن في بعض الروايات بتقول إن الفريق الخسران كان بيتقدم قرابين للآلهة، والرياضة دي برغم خطورتها ولكنها كانت مهمة جدا عند الماضي. كان ليها ملاعب ضخمة وكان الملوك والكهنة بيحضروا المباريات ولكأنها كأس العالم عندنا. وبالرغم من كل الغموض اللي كان بيحيط بحضارة المايا إلا أنهم سابوا وراهم إرث علمي وثقافي لا يموت، ومنهم بقى الأبراج الفلكية والحسابات الدقيقة والهندسة العبقرية وحتى كمان الرياضة الخطيرة. كل ده بيثبت إنهم كانوا حضارة عظيمة حتى لو كان عندهم بعض العادات العجيبة. وكمان في آثار للمايا موجودة لحد دلوقتي في دول زي المكسيك وغواتيمالا وهندوراس. لو زرت الأماكن دي هتحس إنك في زمن المايا. مايا صديق وصديقتي الأعزاء ما تشهروش بالكم الكافي زي حضارات مثل الحضارة المصرية القديمة والحضارة العراقية، وده كان بسبب عدم تواصلهم الحضاري وانحصارهم في أمريكا الوسطى. في النهاية سواء كنت شايفهم عباقرة أو ناس عندهم أفكار غريبة، مفيش شك إنهم واحدة من أكتر الحضارات إثارة للجدل في التاريخ. بس دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك، تنزل تبص على المصادر وتشوف الحلقات اللي فاتت، واستنى إن شاء الله الحلقة الجاية. أنت تعرف يا صديقي إن المايا بقى حضارة عظيمة استمرت لسنين ومحدش قدرها واختفت، عاملة كده زي مشاريعنا بنبدأ بحماس ومش بنلاقي تقدير في الآخر تختفي برضه. فما تتنكش علينا والنبي يا صديقي، وانزل اشتغل مع عم خالد السباك اللي مستنيك. بس يا صديقي، سلام.